نسجد آت نفوسنا تقوى
كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير في اتم الصحه والعافيه. بسم الله على بركه الله. بحال ديما ان شاء الله نبداو بالصلاه على نبينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله على بركه الله. اليوم غنحضر معكم ان شاء الله طورطه ديال اللوتوس. هاد الماركه هذه سميتها لوتيس. المهم كتباع قرعه كبيره او لا قرعه صغيره، المهم على حسب المتوفر، وكتكون بهذا البسكوي هذا. ها هو، واللي ما عندوش ممكن يستبدل واحد البسكوي كما كان ديال ديك ماريا ولا اي بسكوي، المهم ماشي مشكل، غير هي الوصفه الاصليه كتمشي هاد البسكوي هذا. المهم انا راه درت هنايا البسكوي كما كتشوفوا طحنته. ها هو، المهم انا غادي نوريه لكم. هو هذا صافي طحنته في هاد الاله هذه، طحنته مزيان. وعندي هنايا المهم غادي نقول لكم المقادير، عاد غادي نبدا طريقه التحضير. بالنسبه للمقادير عندي هنايا واحد الجبن، اي نوع كتفضلوه يكون جبن كريمي. وعندي هنايا لا كريم فريش، وعندي هنايا هاد الزبده ديال هاد البسكوي صافي. والزبده ديال اللي غنديرها مع هاد البسكوي باش غادي نديرها كطبقه اولى. بسم الله. بالنسبه للطبقه الاولى انا غادي نحركو غير هنايا، ولكن غندير 2 معالق كبار ديال الزبده، غيذوبوا 2 معالق كبار هنايا ندوبهم ديال الزبده، ونرجع معكم باذن الله. كما كتشوفوا انا ذوبت ديك الزبده، غادي نضيفها على هذا الخليط وغادي نمزجها مزيان. غادي نمزجها مع هاد راني حيدت شويه، غادي نخليه للتزيين صافي. غادي ندخل كاع هاد الزبده في هاد البسكوي ديالنا بيديكم ولا غير بهاد لاسباتيلا هادي. المهم درت هذيك، دخلت ديك الزبده كلها. راه هاد المول المهم درت ليه، فرشت ليه بابيي ديال سولفيريزي هذا ديال الفران، ودهنته بشويه ديال الزبده صافي. وغادي نحاول نبسط مزيان. ممكن ديروا يعني طبقه سميكه، انا درتها غير دقيقه، ما درتهاش يعني جيب شي كاس، ولا انا غادي ناخذ هذه ديال القهوه يعني كندير بها هذه ديال، المهم اي كاس ولا كاع المعلقه صافي. ونبقى نبرك مزيان بحال هكا صافي كما كتشوفوا. المهم هذه هي الطريقه صافي. وغادي ندخلها للمجمد لا كريم. انا خديت هذه الماركه هذه، المهم الماركه اللي كتفضلوها نتوما ديروها من الاحسن. انا عندي هنايا 500 مليلتر ديال القشده، ولكن غنستعمل انا غير نص ديالها. راه فيها السكر وبارده صافي. وغادي نشعل هاد الباطور، المهم نطلعها مزيان صافي. المهم نطلعها عاديه ونديرها في الثلاجه تنخلط ان شاء الله المقادير الاخرى. عاد غادي نخلطهم. بسم الله. كما كتشوفوا هي ما طلعتهاش يعني بزاف تشدد، يعني طلعت بزاف لا، نشد في راسها بحال هكا. نديرها في الثلاجه ان شاء الله باش نطلع باذن الله الجبن وديك الزبده ديال داك البسكوي ديال اللوتوس. كما كتشوفوا انا غادي نخوي هاد الجبن هنايا، غادي نحاول نطلعو، ماشي نطلعو غير ندوبو واحد شويه. المهم غادي نضيف عليه هاد زبده اللوتوس هذه. المهم راه كانت عندي سايحه في درتها ببان ماغي. هذيك الكريمه اللي كنت درتها في الثلاجه غنضيف عليها ان شاء الله. هاد نبقى نخلط
بشويه. وانا كندخل فيها هاد لا كريم هادي كما كتشوفوا. ها هو رجع اللون ديالها يعني كريمي. صافي جبت هذه اللي كنت درتها في الثلاجه. غادي نخوي هاد الكريمه اللي كاينه هنا. صافي ناخذ شي معلقه ولا شي سطويه بحال هكا، سباطول هادي. كتشوفوا بعد ما خويت ديك الكريمه غنمسح غير هاد الجوانب اللي تقاسوا ليا، وعاد غادي نملسها ان شاء الله بحال هكا. اولا ناخذوا معلقه يعني هكا من صافي ندير بحال صافي، ونديروها في المجمد بحال هكا باش يجينا السطح مستوي. من الاحسن تبقى يعني اكثر من 4 ساعات. انا غادي نخليها ليله كامله تشد راسها مزيان الكريمه. كما كتشوفوا بعد ما خرجت داك التشيز كيك ديالنا من الفريكو خليته انا ليله كامله، وعاد خرجته. غادي نحيد ليه هذا وغنحاول ندير صافي. غادي نهز هاد زبده اللوتوس كما كتشوفوا اللي ذوبتها في بان ماغي. ها هي المهم ذوبتها، غادي نديرها فوق وهي كتجمد. نقدمها ان شاء الله في طبق تقديم، وعاد غادي نزوقها. الشكل النهائي ديال تشيز كيك ديال اللوتوس ديالنا غادي نقطعو معكم ان شاء الله. كنتمنى منكم الدعم ويعجبكم لا فيديو، ودعموني بشي كومونتير مزيان. وشكرا جزيلا، والى الملتقى باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تشيز كيك ديالنا كما كتشوفوا تبارك الله كيجي ولا اروع من الداخل كذلك. هانتوما يعني تشيز كيك رائع بصراحه. الى فيديو اخر، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.